هذا مجرد تشخيص بسيط للداء وفصول المؤامرة التي أرادت أن تقتل الثورة. ليست القضية قضية اغتيال فحسب ليلبسوا الثورة بهذا المفهوم. إنها مؤامرة كبرى، والتنكر في اتخاذ قرار الحسم الثوري من قبل شباب الثورة سيقود البلد إلى هاوية في ظل الأزمات التي يختلقها النظام مع ركود الثوار. إن انتظار الثوار للوصاية الخارجية هو أكبر عائق أمام انتصار الثورة. إنه عائق أكبر من عائق القوة التي بيد الأسرة الحاكمة، أكبر من قوة الحرس الجمهوري والخاص والأمن المركزي. انتظار الوصايا الخارجية، الحسم الثوري أو ردة فعل مدوية تخلق ثورة مضادة. والله ستخلق من قلب الثورة الأم، ستأكل الأخضر واليابس وتهدم كل ما بناه المصلحون في الساحات وكل ما زرعوه من البأس في النفوس. إذا سمحت الثورة من جديد بعد كلمة صالح